في 22 و23 من شهر حزيران نظمت الجالية الإيغورية المقيمة في هولندا وقفة احتجاجية في ساحة الدام في أمستردام، ذلك بسبب مرور سنة كاملة على احتجاجات منتظمة كان يقوم بها عبد الرحيم غني. وحضرت الاحتجاجات ربيعة قادر رئيسة مؤتمر الإيغور العالمية السابقة. دأب عبد الرحيم غني وهو من أقلية الإيغور على التظاهر بشكل دائم في الميادين العامة بالعاصمة الهولندية أمستردام لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول القمع الذي تمارسه الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تشينجيانغ. Turmaga jazalargan nima saatdan kirgizib bundan iriq uçur versin deb buni Gollandiya hükümetiga bu talep qo'yib qo'ydim men. أنا قد كتبت لملك هولندا وأيضا وزير الوزراء وأيضا وزارة الخارجية في هذا البلد، وردني أنهم سيساعدني في هذا البلد في هذا المجال ويحاميني، لكن هم قالوا لي إذا قتلت الصين أبوك وأمك في تركستان الشرقية أو في الصين فماذا ستفعل؟ نحن لا نستطيع أي مساعدة في هذا المجال. قلت إذا هم كانوا في تركستان إذا هم كانوا في معسكرات الإعتقال خير لهم يموت فيها أن يعيشوا فيها تحت الحقر والخر. فإذا قتلت الصين أمي وأبي أنا سأسأل منهم لماذا قتلوهم، إذا سجنوهم سأسألهم لماذا سجنوهم، وأريد منهم دليلا أي ذنب لهم حتى يقتل. Hükümeti bizni 1949 devletimizni besib algan. احتلت الصين بلادنا تركستان الشرقية قبل 70 سنوات 19 و 49. Bizning xalqimiz musulmon bo'ladi. نحن شعبنا الأيغور كلهم مسلمين. Endi u xalqqa Şinjan Uyghur Abdunum rayon beraber ötümüz sizler bilen yaxşı ötümüz dep bizge muşu vaadini vergen. والصين قبل 70 سنوات وعد لنا أنهم سيعيشون معنا في السليمة، ووعدنا أنه بلاد سيكون البلاد الجيدة لكل إرق وكل ملة وكل شعب. Lekin bizni to'xtamaymuş 70 yıldan beri to'xtamay her bir hareket ettirip öldürüp geldi, kırıp geldi, bunu dünya okumadı. لكن الصين منذ 70 سنوات كل سنة كل 5 سنة 10 سنة يقتلون من الشعب التركستان الشرقية، يقتلون الشعب الأيغور ويقتلون المثقفين منهم والعلماء وحتى كل قاعدين في هذا البلد. Benim hazır cenvedi jığınım var. Japonya'ya barma 20 dolar jığınıga. Ben şunundan 4 gün burun kelip, muş Abdurrahim'nin bir yıldan beri Hollandiya halkını, hükümetini kozgıgını üçün bütün dünya bunu muşundan öğrensin, bütün Uygurlar öğrensin de bir olaydı geldim. عندي ملاقات في جنوة وعندي ملاقات في أوروبا في دول أوروبا أخرى، لكن في اليابان، لكن نحن جئت إلى عبد الرحيم غني لنشكره وأيضا لندعو كل الناس أن يقوموا مثله.